ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الفراخ بطريقه رهيبه حلوه قوي، سهله وبسيطه. والطعم بقى حكايه بجد، هتعجبكم جدا. هنعمل النهارده الفراخ بالزبده والزعتر والروزماري، طعمها حلو قوي مع شويه خضار من تحت كده. مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمها وريحتها تحفه، هتعجبكم جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي حوالي لتر ميه. عندي بقى بحب انقع الفراخ بتاعتي عشان تطلع اي زفاره. عندي ليمون، عود قرفة، حبهان، قرنفل، معلقتين سكر، معلقتين ملح. والخطوة دي حلوة جدا جدا ان احنا نطلع اي زفارة في الفراخ واي ريحة مش لطيفة، وبتساعد كمان ان الفراخ تبقى طرية وجوسي من جوه. انا هقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وهنقع الفراخ تقريبا حوالي ساعتين. ممكن طبعا لو حابين تبيتوها في محلول النقع ده مفيش مشكلة. انا هغلفها كويس واحطها في التلاجة لمدة ساعتين. الطريقه دي لو جربتوها هتبقى حلوه قوي، هتعجبكم طبعا. مستنيه رايكم ومستنيه كومنتاتكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه. يا رب الوصفه تعجبكم. انا هسيبها ساعتين وهخرجها تاني، وبعد كده هبدا بقى اغسلها كويس وانشفها كويس جدا. هي كده خلاص انا خرجتها، هبدا بقى اغسلها ونشفها ونبدا بقى نحط الخلطه بتاعتها عليها. عندي بقى حوالي 3 معالق زبده بدرجه حراره الغرفه. عندي بقى التوابل، ملح وفلفل، 7 بهارات، زعتر وروزماري. مش عايزه اقول لكم المكونات دي لما بتندمج مع بعض كده والزبده بتبقى ريحتها تحفه والطعم رهيب. الزبده طبعا بتخلي الفراخ طريه جدا من جوه، بتستوي حلوه قوي، بتبقى يعني الفراخ مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمها لذيذ. هبدا بقى اقلب كويس جدا الزبده بالتوابل كده. عارفين اللي هو اكله كده يعني كلها بمكوناتها في صينيه واحده. احنا طبعا بنحب الاكل السريع ده اللي ما بياخدش مننا خالص وقت ولا مجهود. هبدا بقى اغلف كويس جدا الفراخ وادعكها من جوه كده، وعارفين اللي هو احنا بندلع الفرخه بتاعتنا عشان بجد هتدلعنا جدا في الاكل. هبدا بقى اغلفها كويس جدا من كل الاتجاهات برضو، ومن كل الجوانب بتاعه الفرخه كده، عشان تبدا بقى لونها برضو تاخد لون حلو قوي من فوق. بصوا عندي بقى البايركس بتاعي. انا عندي بقى شوية خضار كده، عندي بصل مقطعاه حوالي 3 حبات، عندي حبتين فلفل، حوالي 3 حبات بطاطس. هبدأ بقى اضيف عليهم برضو توابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ، بس هحط عليهم ملح وفلفل و7 بهارات. وطبعا الفراخ هتنزل الصوص بتاعها عليهم، هيبقى الطعم حلو قوي قوي. حبيت اضيف عليها 7 بهارات كده، حوالي نص معلقة صغيرة كده على الوش مع الملح والفلفل. ونبدأ بقى نحط عليهم الفراخ بتاعتنا. بصوا هي على قد ما هي سهلة، بس في الطعم حلوة قوي قوي قوي، وهتعجبكم ان شاء الله. الفراخ بقى هتنزل طبعا الصوص بتاعها والزبدة مع البطاطس، والبطاطس بتطلع طبعا دايبة والطعم رهيب. انا حبيت بس الفراخ ما سيبهاش كده، هبدأ بس اقفل كده الرجول بتاعتها زي ما بنقول بنكتفها من تحت كده. ونبدأ بقى نحطها في الفرن بتاعتي. تقريبا خدت مني حوالي تقريبا ساعة ونص، وطبعا على حجم يعني بتختلف التسوية على حجم الفراخ. انا الفرخة بتاعتي تقريبا حوالي كيلو 200 جرام يعني، فما خدتش وقت كتير في الفرن. بصوا شكلها حلو قوي قوي وطعمها رهيب، مع شوية بقى رز بالخلطة حلوة قوي. هنزل لكم طريقة الرز سهلة قوي وبسيطة، بس طعمه تحفة هو كمان. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم ومستنيه كومنتاتكم، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.